عشان نتكلم عن الفيوتشر المستقبل لازم نعرف ان في كذا نوع او كذا طريقة عشان اتكلم عن الفيوتشر. اول طريقة عندي هي will. يعني ايه will يعني سوف. طيب امتى بنستخدم will ليها استخدامات. اول استخدام لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها قرار سريع او حاجة هعملها بسرعة، زي ان انا اقول التليفون بيرن انا هرد. القرار السريع نستخدم معاه will. I will call you. أنا هتصل بيك. أي حاجة هعملها فيها قرار سريع هستخدم will. طيب will كمان بنستخدمها لما نيجي نتكلم عن حاجات حقيقية أو حقائق، زي مثلا إن أنا السنة الجاية هيكون عمري مثلا 15 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة. دي حاجات حقيقية. يعني I will be أنا هكون عندي 14 years old next year. السنة الجاية هيكون عندي 14 سنة. دي اسمها facts، حاجات حقيقية في المستقبل. طيب عندنا كمان will بنستخدمها في حاجة اسمها العرض والطلب. لما اجي اعرض على حد او اطلب من حد حاجة بستخدم will. I will help you. will you help me؟ يعني هعرض عليك او هطلب منك فبستخدم برضو will. عندنا كمان will بنستخدمها في حاجة اسمها تنبؤ، بنتنبأ بيها. بس التنبؤ ده لازم يكون بدون دليل. التنبؤ بدون دليل يعني اقول حاجة ممكن تحصل وممكن لا، ما عنديش دليل عليها، بستخدم will. يبقى عندنا 4 استخدامات لويل: قرار سريع، حقايق، عرض وطلب وتهديد، يعني اما هدد حد ان هو هعمل حاجة ده تهديد برضو ويل. تنبؤ بدون دليل. طيب عندنا بقى القاعدة بتاعتنا النهاردة اسمها going to معناها سوف. برضو بنستخدم going to في الفيوتشر ان احنا نعبر عن المستقبل. طيب ايه الفرق بين will و going to ليها 3 استخدامات مهمة جدا. اول استخدام تنبؤ مع وجود دليل. يعني لما يكون عندي تنبؤ وفي دليل استخدم going to. هديكم مثال. اي مثلا انا مثلا بحب الاهلي وبقول وفي ماتش بين الاهلي والزمالك الساعة 4، فهقول الأهلي هيكسب. أنا كده ما عنديش دليل غير إن أنا بتنبأ إن الأهلي هيكسب، هستخدم will. جاء بقى الماتش اشتغل والماتش جايب إن الأهلي جايب 6 مثلا والزمالك جايب 3. جايب 6 والزمالك جايب 3، ده اسمه دليل إن أنا عندي إن ممكن احتمال كبير إن الأهلي هيكسب. يبقى going to. أي حاجة فيها دليل. الدنيا هتمطر والسماء فيها غيوم يبقى ده اسمه evidence، ده اسمه دليل، يبقى نستخدم going to. لكن الدنيا بتمطر ومفيش اي غيوم يبقى ده اسمه without evidence، بدون دليل، يبقى نستخدم will. يبقى الفرق بين will و going to هو الدليل، وجود الدليل. طيب will بنستخدمها في حاجة اسمها حقائق، لكن going to بقى بنستخدمها في حاجة اسمها خطط وترتيبات. خطط وترتيبات. اي حاجة فيها خطة وفيها ترتيب نستخدم going to. زي مثلا ان انا هقول ان انا هدخل كلية الطب، فانا بدأت ان انا ارتب نفسي واجهز نفسي. يعني حد هيدخل كلية الطب هيرتب نفسه ويجهز نفسه ويعمل خطط وترتيبات عشان خاطر يدخل الكلية دي. يبقى going to خطط وترتيبات. خطط وترتيبات. لكن will حقايق، قرار سريع، عرض، طلب، تهديد، تنبؤ بدون دليل. طيب يا مس، ازاي بنحط going to في الجملة بتاعتنا؟ اول حاجة بنبدأ بالسبجكت بتاعنا، وبعد ما بنحط السبجكت لازم نحط جنبه لا اما am لا اما is لا اما are. يبقى am او is او are. بعد am و is و are بنحط going to. يبقى am او is او are. بعد كده نحط جنبيهم going to، و going to هنا معناها سوف. وبعد going to بنحط الفيرب بتاعي في الانفينيتيف. يبقى subject am أو is أو are، going to والverb في الانفينيتيف. طيب نفتكر مين اللي بياخد am؟ I بتاخد am. مين بياخد is؟ الهي والشي والات وأي اسم singular ياخد is. مين اللي بياخد are؟ الزي والوي واليو وأي اسم جمع ياخد are.
و going to بعد going to نحط الفيرب في الانفينيتيف. تعال ندي مثال. انا هسافر القاهرة يبقى I am going to travel to Cairo. طب لو انا عايزه اعمل بقى جمله في النيجاتيف انفيها، بنفيها بنوت. am not isn't و aren't. يبقى ابدا الاول بالسبجكت I، احط am not going to travel to Cairo. طيب ينفع نعمل سؤال ب going to؟ ينفع نعمل سؤال ب going to. going to في عندنا نوعين من الأسئلة، سؤال بهل يبقى أبدأ ب is أو am أو are. is أو am أو are. بعد is أو am أو are بنحط السبجكت، بعد كده بنحط going to، بعد كده نحط الفيرب بتاعنا في الانفينيتيف. طيب تعالوا نحول الجملة دي لسؤال. بدل ما أقول I am going to هقول Are you going to travel؟ لو أنا هسأل سؤال هقول Are you going to travel to Cairo؟ Are you going to travel to Cairo؟ وطبعا طالما سؤال أوله am أو is أو are لازم نجاوب عليه بمين؟ لا إما بيس لا إما بنو. يبقى yes I am. طب لو no يبقى no I am not. طب لو انا بقى عايزه اعمل سؤال بأداة الاستفهام بنبدأ عادي بأداة الاستفهام what. بعد what بنحط مين؟ لا اما is لا اما are لا اما am. بعد كده بنحط السبجكت بتاعنا، بعد كده بنحط going to والفيرب في الانفينيتيف. وده كده السؤال بأداة استفهام. خلصت كده قاعدة going to سهلة جدا مفيهاش أي حاجة. من going to أبص على الفيرب الأساسي في الجملة. مين الفيرب الأساسي هنا؟ visit. يبقى هعمل إيه يا ملاك؟ هقول I am going to visit my grandma's يبقى هنشطب intend to. intend يعني ينوي، intend to هنشطبها. يلا يا جانا نمبر 2. They are going to study medicine. يبقى بيقول لنا ازاي they plan to going medicine. الفيرب بتاعنا هو study، يبقى هنقول they are going to study medicine. طيب نمبر 3 يلا يا آدم بيقول لنا they are going to travel to الأقصر. عاوزين نحولها، نبدأ بآر يعني نحولها لسؤال. Okay. They are going to they ايه ده؟ ما هو عاوز يحولها They are لسؤال، going to كان travel هو to عاوز يبدأ الأقصر. بآر. are they going to travel to الأقصر. يبقى are they going to travel to الأقصر. طب يلا يا سما بيقول لنا بسنت is going to sleep early. يلا يا سما. يلا يا سما بيقول لنا بسنت is going to sleep early. بسنت خرجت. يلا يا أسماء بسنت is going to sleep early. عاوز نحط نقط. بسنت isn't. أيوة كملي. بسنت is going to isn't going to